السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير في احسن صحة واحسن حال، اللهم امين. فيديو جديد على قناة وقت الروقان مع دودي. لو انتي اول مرة بتشوفي القناة ما تنسينيش كده بلايك حلو من ايدك الحلوين، وكمان لو حابة تشتركي في القناة فخدي جولة كده فيها سريعة. عايزة اعرف رأيك فيها ايه. هستنى منك التعليق الجميل بتاعك وتقولي لي ان انتي اشتركتي في القناة وانك منين، وتعرفيني بنفسك عشان ارحب بيكي في الفيديو الجاي. النهارده بقى الشقه كده الحمد لله لحد ما مستقره يعني في النظام وكده. هنا انا كنت رحت معرض كده جنبنا واشتريت المروحه دي علشان احطها في السقف بتاع الركنه. عارفه طبعا ان الشكل مش هيبقى يعني واو يعني ولا احسن حاجه، بس الواحد دلوقتي بيدور على الحاجه اللي تريحه. فانا كان عندي اللي هي المروحه الستاند العمود، بس للاسف الشديد يعني مش مكفيانا والهواء بتاعها مش قوي قوي. ففكرت بقى يعني لسه ربنا ما قررش ان احنا نجيب تكييف لسه، فيعني دي حاجة دلوقتي كده حاجة احتياطي. على ما ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونجيب التكييف يعني. بدأنا كده بسم الله. اول حاجة انا بحب اعملها وانا في الشغل ان انا بدخل كده على صفحة الواتس عندي واكتب المهام بتاعت اليوم اللي انا ان شاء الله هروح اعملها وببعتها لنفسي. وكل ما نخلص مهام الحمد لله يعني بقول اللهم لك الحمد والشكر ان انا خلصت وقدرت ان انا اعمل حاجة وخلص يعني جزء من المهام بتاعي، حتى لو يعني خلصت نصها او ربعها او تلتها، المهم ان انا اعمل حاجة من المهام اللي انا كاتباها لنفسي دي. فكان عندي حاجات بسيطة النهاردة. كان عندي غرفة الاولاد متدربكة، او يعني عايزة اقول لكم ان هي متشقلبة رأسا على عقب. بيخشوها يبهدلوها وانا بسيبهم يبهدلوها ليه بقى؟ علشان خاطر انا معرفاهم ان دي غرفة الالعاب بتاعتكم، يعني الغرفة الوحيدة اللي انتوا بتلعبوا فيها. ما ينفعش نخرج لعبة بره في الركنة او في الانتريه. فانا بسيبهم بقى في الاوضه دي بيعملوا فيها اللي يعملوه. في الاخر انا هخش واروقها وارتبها. وعادي برضو لو جيت تاني يوم وهما بهدلوها مفيش مشكله، لما يبقى اوضه واحده بس اللي متكركبه عندي العاب احسن ما تبقى الشقه كلها متكركبه العاب. فهنا دخلت بقى على الاوضه ولميت كل الالعاب اللي فيها وشلت كمان الملايات، قلت اغير كمان الملايه بقى لها يعني اكتر من 4 ايام محطوطه. واحنا عارفين ان الجو حر في الصيف والاولاد بيعرقوا يعني. فما ينفعش ان احنا نطول في الملايه اكتر من كده. غيرت الملايه المخده الحمراء دي انا بحطها لان بنيمهم هما الاتنين جنب بعض كده، وبشغل قدامهم المروحه الستاند. كان عندي بقى شويه هدوم في الغساله وشويه هدوم في على الحبل وحاجات كده كتير، يعني مين زي كده الهدوم عنده ما بتخلص هي والمواعين. فاللهم لك الحمد، يعني ربنا يديمها نعمة علينا ويفضل كده ولادنا يبهدلوا واحنا نعمل ويبهدلوا هدوم واحنا نغسل، مفيش مشكلة خالص. مادام ربنا الحمد لله مدينا الصحة ومدينا القوة ان احنا نعمل، ندعي كده ربنا ان هي يديمها علينا نعمة ويبارك لنا في اولادنا، اللهم امين. بصوا بقى الجوانتي ده بتاع ايكو واي اللي هو بتاع التراب دوت. عايزه اقول لكم ان هو جميل جدا جدا ومنجز في حاجات كتيره جدا. مجرد بس ان انتي بتستخدميه مندي كده، يعني بتحطي عليه شويه ميه، او ممكن بتستخدميه ناشف. بس انا بحبه مندي عشان بيدي كده لمعه في الازاز ولمعه في الخشب جميله جميله جميله. يعني عايزه اقول لكم ان هو بيسحب معايا كميه تراب، وانا عندي كميه تراب في الشقه. لو جيت كل ساعه كده وقلت هعملها هيطلع من قدامي كميه تراب فظيعه. فانا عشان يعني على شارع عمومي وكده فالدنيا بتبقى عندي مطربه جدا جدا جدا. المطبخ كان عندي كان نظيف، كان المواعين بتاعه الغدا مغسوله، وانا كنت عملت الغدا واتغدينا الحمد لله يعني، فالمواعين كانت اتغسلت. والمطبخ كان الحمد لله يعني متروق وكله تمام. فاضل بس الارض بتاعه المطبخ كانت محتاجة كده تتشفط بالمكنسة. المكنسة عندي يعني السحب بتاعها بقى ضعيف شوية، فهي محتاجة تتعمل بتاع الكيس بتاع المكنسة، يعني يتشال ويتنفض وكده ويتغسل غسلة كويسة. بس ان شاء الله ده هعمله يوم الخميس او يوم الجمعة، يعني على حسب ما ايه ما هخلص الشقة خالص بقى ومبقاش عايزة المكنسة تاني. هعملها بقى كده وابيتها نظيفة ان شاء الله. خلصت بقى كل حاجة ويعتبر مشيت بالمكنسة على كل فتفوتة في الشقة. كل فتفوتة في الشقة كده مشيت بيها بالمكنسة. خلصت كل حاجة وبعد كده جبت الموب بتاعتي دي بقى. الموب دي جميلة جدا 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 من هنا للسنة الجاية، يعني بتشيل معاكي التراب وبتدخل كده في زوايا كتير. اول ما كنتش بعرف اوصلها دلوقتي بقيت اعرف اوصلها الحمد لله يعني. مسحت بقى وخلصت كل الدنيا كده ولمعت وظبطت، والريحة كانت خطيرة خطيرة.
قومي بقى كده وتنشطي وتشجعي كده، وقومي لو وراكي اي حاجه في البيت قومي اعمليها كده في ثانيه في ثانيه في ثانيه، بصي تلاقي نفسك خلصتيها والله من غير ما تحسي. حتى لو انت تعبانه وحاسه ان انت تعبانه، بس اول ما بتقومي كده تشتغلي بتبصي تلاقي نفسك يعني عملتي حاجات كتيره جدا. خلصت بقى كل حاجه، وخلصت يعتبر تلات ارباع الحاجات اللي انا كنت كاتباها يعني في المهام بتاعتي. وخلاص بقى كنت هكافئ نفسي بكوبايه قهوه، بس يعني قلت لا خلاص الجو ليل، وانا محبش اشرب قهوه بالليل، بحسها بتسهرني جامد يعني. فقلت هعمل ايه، قلت هعمل كوبايتين كده نسكافيه. عملت كده كوبايتين نسكافيه، وكان عندي حته كيكه كده اللي هي الروانه اللي انا كنت عاملاها معاكم برضو قبل كده. طلعت بقى وايه، قلت اما اكافئ نفسي يعني. بعد كل دون لازم أن تكافئي نفسك كده بحاجه ولو بسيطه جدا. والله انت لو عملتي كوبايه شاي وقعدتي بس كده بتتفرجي على الشقه وهي نظيفه، هتحسي ان انت مرتاحه، وهتحسي ان انت كافئتي نفسك. احلى مكافاه، كفايه عندك منظر الشقه كده وهي قدامك بتبرق وعروسه. خرجت بقى كنت بسمع مسلسل بتاع منى زكي اللي هو اسمه تحت الوصاية او حاجة زي كده. هو مسلسل حلو بس نهايته وحشة جدا، انا مكنتش متوقعة النهاية دي يعني. بس وكده نهاية الفيديو، اشوفكم فيديو جديد قريب بإذن الله، مع السلامة.